بغداد بونجاح في الاهلي. طب ما تيجي نتكلم شويه عن بغداد بونجاح ونشوف التفاصيل، هل هو راح الاهلي ولا لا؟ وخلينا اقول لكم ان في مفاجاه وهي عوده محمد عبد المنعم. وخلينا نتكلم برضو شويه عن ابراهيم عبد الجواد اللي بيقول لك امام عاشور رمى التيشيرت في الارض وما ينفعش. خلينا نتكلم شويه كده وندردش مع بعض شويه في دردشه صباحيه مسائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعايزكم كلكم تصلوا على النبي وتعالوا نتكلم بغداد بونجاح وقصته. بغداد بونجاح اصلا كان في تفاوض بين الكابتن الخطيب ورئيس نادي الشمال القطري لما كان الاهلي بيلعب باتشوكا في قطر. كان الرد من رئيس نادي باتشوكا: لا، خده هديه، انت يلعب معاك كاس عالم للانديه لمده 15 يوم ويرجع تاني يلعب في الشمال القطري، واحنا مش هنسيب بغداد بونجاح لان احنا محتاجينه جدا. وطبعا الكابتن الخطيب رفض الكلام ده، بس كان في تفاوض لحد الان مستمر ان الكابتن الخطيب عايزه اعاره لمده 6 شهور. كل اللي فيها ان بغداد بونجاح راتبه مع الشمال القطري 4 مليون دولار، وده صعب جدا على النادي الاهلي. فكان الكلام ان انت تتنازل عن بعض مستحقاتك وتيجي النادي الاهلي تلعب معانا كاس عالم للانديه. ده يعتبر الحل الامثل، واحتمال كبير ان هو هيكون كده بالشكل ده. وهيعلن النادي الاهلي في الايام الجايه عن ضم بغداد بونجاح، لا اما خد بالك من الحته دي، هيرجع ويقول لك ان احنا وقفنا على الدولارات وما قدرناش ندفع راتب بغداد بونجاح او ما قدرناش نحول. وخد بالك من الكلمه دي كويس جدا لان احنا هنحط تحتها مليون خط في الايام الجايه. اما محمد عبد المنعم فمحمد عبد المنعم طبعا النادي الاهلي تواصل مع نادي نينس على اساس ان هو ياخده اعاره لمده 6 شهور. ممكن نادي نينس يوافق وممكن يرفض، فاحتمال كبير النادي الاهلي يضمه اعاره لمده 15 يوم او شهر اللي هو بتاع كاس العالم، وبعد كده يرجع لناديه. والفكره هنا ان انت رايح تجيب لعيبه، حتى لو انت بتجيبهم كاس عالم للانديه مش هيلحقوا ان هم يندمجوا مع الفريق، مش هيلحقوا ان هم يعرفوا تفكير المدرب ايه وينفذوه في الملعب، مش هيعرفوا ان هم ينفذوا خطط المدرب في الملعب. دي حاجات كتير بقى، انتوا اكيد عارفين الكلام ده، مش محتاج ان انا اقول. وطبعا انا بشوف ان الاعارات ثم اعارات لمده 15 يوم او شهر او الكلام ده كله كلام ممكن يكون كويس وممكن يكون سيء بالنسبه للنادي الاهلي، لان انت محتاج تدعيم حتى في افريقيا وفي الدوري، ومحتاج التدعيمات في الاماكن اللي انت محتاجها. يعني انت محتاج في خط الدفاع، رحت جبت مثلا محمد عبد المنعم. محتاج في خط الوسط، لا مش محتاج في خط الوسط. انت محتاج حتى في راس الحربه، رحت حتى بتتفاوض مع بغداد بونجاح، وده شيء كويس مش وحش. بس طبعا نقف عند مستوى بغداد بونجاح نفسه. هتكلم بقى ونفضل ابراهيم عبد الجواد. ابراهيم عبد الجواد طلع قال لك ان امام عاشور رمى التيشيرت على الارض وده ما ينفعش. يا عمي انت بتنصح امام عاشور، ما هو احنا الغلط عندنا، احنا مش عندك. انت بتنصحه، روح انصح زيزو، وروح انصح مصطفى شلبي اللي رموا التيشيرت على الارض وراحوا احتفلوا مع الجمهور. روح انصح كريستيانو، وروح انصح ميسي، وانصح محمد صلاح. بدل انت شغال استاذ النصايح كده، روح انصحهم بقى. كده كده انت استاذ نصايح، روح انصحهم. ثم انت راجل شغال في اون تايم سبورت، يعني معلش انت المفروض تكون محايد. هل انت محايد ولا منتمي لفريق معين؟ وانت عارفين ان انتمائك ان نادي الزمالك، فانت كل شويه لازم تخبط خبطتين كده، وبالذات تتك على الجرح قوي لما يكون الجرح عريان او بيتعب النادي الاهلي اللي هو امام عاشور او كهربا. وبالذات امام عاشور اللي عامل خرم في دماغ جماهير نادي الزمالك اللي دايما بيتكلموا على امام عاشور. يا عم احنا راضيين يحتفل بالاحتفال اللي هو عايزه، انت مالك؟ انت مالك بجد والله؟ انت مالك؟ عموما اتمنى ان انت تروح تنصح زيزو بقى اللي هو عايز يوقع نادي الزمالك ب 100 مليون، وقال لك لا انا رافض، لا وقع لي ب 70 مليون من غير الضرايب، وقال لك لا انا مش هوقع خالص انا همشي. وباقي 8 ايام اصلا على الانتقالات، وزيزو اصلا في ال8 ايام دي، بعد ال8 ايام بالظبط ممكن يوقع لاي نادي ويقول لنادي الزمالك مع السلامه، اشوف وشكم بخير. روح انصحه بدل ما تيجي تنصح امام عاشور. انت نادي الزمالك في مشكله كبيره، روح انصحهم بالمشاكل دي يحلوها ازاي. ما تنصحش امام عاشور لان كده كده ايه، احنا ما بياكلش معانا الكلام ده. وعايز الوم بس جمهور الاهلي شويه، لان احنا اللي بنصدر لاعيبتنا الاعلام ونعريهم. بنعريهم ان احنا بنسيب الاعلام ان هو يخبط في لاعيبتنا، وده اكبر غلط احنا بنعمله في الايام اللي فاتت. اتمنى تقف جنب اللعيبه وتساندهم. نصيحتي الاخيره للجمهور النادي الاهلي المحترم اللي دايما هو اصلا المفروض ينصحنا احنا، واحنا اللي المفروض نمشي وراه، واحنا كده كده ماشيين ورا جمهور الاهلي. فاتمنى ان جمهور النادي الاهلي يقف مع الفرقه
خلاص ده اخطا وده اخطا، وبيان النادي الاهلي طلع اعتذر، البيدج اعتذرت او قالت ان فريق كبير والجمهور عظيم والكلام ده كله، خلاص الموضوع اتلم. ما ينفعش برضو ابوك انت بتغلط فيه وعايزه يعتذر لك، حتى يا عم لو هو اعتذر باسلوب لافف شويه فانت بتقبل اعتذاره. حتى لو ابوك غلط يا عمي، انت برضو يعني انت الصغير، خليها عليك انت كجمهور النادي الاهلي، خليها عليك وروح شجع ناديك، شجع كيانك، شجع الاهلي، بس مالكش دخل بافراد. عادي اعمل مقاطعه ما تروحش، ده كله ليك حريه، بلاش ان انت تروح تشتم او تغلط، لان لعيبتك برضو هم عملوا بطولات كبيره مع النادي الاهلي، فما ينفعش يكون ده تقديرهم حتى لو هم اخطاوا. خلاص انت قلت اللي عندك. فاتمنى ان جمهور النادي الاهلي اللي رايح مباراه المصري في اسكندريه يكون هادي شويه والامور تعدي على خير، لان احنا عايزين نقف في ظهر الكيان زي ما هو عودنا وزي ما احنا اتعودنا، ان دايما بقول لك جمهوره ده حماه. فاحنا عايزين نقف في ظهر الكيان ونسند الكيان، حتى لو في مشاكل، حتى لو في ازمات، احنا اللي بنقف وبنشجع النادي الاهلي في كل الازمات، في كل الاوقات، زي ما قلنا دايما وبنقول دايما على الحلوه والمره معاه. وباذن الله النادي الاهلي وجمهوره يرجع تاني من اول وجديد.